طيب لسه مكملين في فيديوهات دعم المشاريع المصريه 100%، والمره دي يا جدعان افرحوا لان انا جايب لكم بديل مصري 100% للايس كريم. يعني انا من يومين لقيت حد يتواصل معايا بيقول لي ان احنا عندنا شركه مصريه 100% مفتوحه في المنصوره وبتعمل ايس كريم ينافس اي ايس كريم عالمي. فالصراحه لو طلع كلامه صادق فيبقى هو كده خدمنا جامد. فهم بعتوا لي بقى البوكس ده وده وبرده البوكس ده ومعاهم البوكس ده، اخيرا بقى البوكس الصغير ده. واللي شجعني بقى ان اتكلم عنهم هو الصراحه البوكس الصغير ده. يعني بصوا علبه الايس كريم دي يا جدعان، يعني الصراحه كتغليف وكسعر يعني ازاي دي ب 10 جنيه انا مش فاهم. يعني بصوا الجمال والحلاوه والنظافه. والمفروض بقى المنتجات دي كلها من شركه اسمها جيرسي، فتعالوا بقى نجربها ونرشح منهم اجمد حاجات. نبدا اول حاجه بقى بوكس اسمه بونبوني، وده مكتوب عليه ان هو كرات ايس كريم متغطاه بالشوكولاته الناعمه. يا سلام على النعومه والحلاوه والجمال. نفتحه بقى. يا لهوي ده صعب الفتح. ماشي سهل. بسم الله. يا نهار ابيض. وده كده منظر اللي موجود جوه الصندوق، وده كده بقى شكل التغليف من بره، ودي سعرها 10 جنيه. نفتحها كده مع بعضنا ونشوف فيها ايه من جوه. اوبا. لا شغل فاخر من الاخر. تحس ان هي طلقات يعني. بصوا تحس ان دي الخزنه بتاعت المسدس. ده كده شكلها. تعالوا ندوقها. طيب بسم الله. ساعة قوي البدايه المبشره دي. في البدايه بس حابب اقول لكم ان ده والله ما اعلان علشان ما حدش يقول لي بقى ان انت بتطبل وبتاع. انا بشجع منتج بلدي. لو تاخدوا بالكم فهي من جواها عباره عن ايس كريم شوكولاته ومن بره طبقه شوكولاته، فالموضوع سهل جدا. بس ميزتها بقى ان هي سهله الاكل. يعني فعلا الشوكولاته ناعمه جدا، طريقه كده تتقطم ما تحسش بيها. فانت بقى انت قاعد بتتفرج على التلفزيون كانه في شور، تاخد بتاعها والموضوع خلص. فقشطه والله منتج لذيذ جدا ارشحه. نقفل ده بقى ونخش على البوكس اللي بعده، وهو البوكس ده من الواضح كده ان ده بديل للاوريو ايس كريم اللي هو بيبقى عامل شبه الساندوتش. ويا لهوي يا جدعان ده هو نفس المنظر بالظبط. يعني بصوا هو ده يعني نسخه من الاوريو ساندوتش. مكتوب عليه ايس كريم بالفانيليا نبات الدهن مع قطع البسكوت بالكاكاو. يا سلام على الوصف والحاجات. شوف كده شكله من جوه طب عامل ازاي. بتاع يعني فقس. يا نهار ابيض. يعني هو بص هو البسكوته اتزحلقت بس هو ده كده الشكل بتاعه. عامل شبه فعلا بسكوت الاوريو من بره ومن جوه ايس كريم. هو يعني طلعت من قلبها بس قشطه. تعالوا ندوقها. طيب بسم الله. دول الايس كريم لوحده. طيب الاول بسم الله. حلو. يعني انا بالنسبه لي بحب ايس كريم الفانيليا اكتر من الشوكولاته، ده عجبني جدا ما ضايقنيش نهائي. جرب كده. طيب البسكوته. البسكوته طبعا شاربه رطوبه لحد ما جابت اخرها. دوقها بسم الله. والله طعمها جامد جدا. يعني هي مش اوريو بس برده مش بوريو، يعني حاجه في النص كده. نجرب كده. طيب الاتنين مع بعض بسم الله. والله ميكس تحفه. يعني دي احلى من البونبوني بكتير بالنسبه لي، لان اولا سعرها جامد 5 جنيه، ثانيا انا حاسس ان انا شبعت. يعني موضوع البسكوت ده شبعني وبسطني مع الايس كريم مع السويه والحاجات دي كلها كيف على الاخر. لقيت بقى موجود في العلبه اللي جوه كون برده اسمه فور يو شبه الساندوتش. الاثنين برده اسمهم فور يو، وده برده مكتوب عليه نفس الكلام اللي هو كون بالايس كريم بالفانيليا نبات الدهن مع قطع البسكوت. يعني تعالوا بقى نشوف شكله عامل ازاي. الشكل مبشر من عندي. اوبا. بصوا تفرقش اي حاجه عن اي منتج عالمي. يلا بينا بقى. طب ندوق. لو تاخدوا بالكم برضو في شوكولاته كده ناشفه في النص. يعني بص شغل فاخر من الاخر. حلو والله. يعني طعم ايس كريم الفانيليا بتاعهم جامد جدا. شوف كده اهم حاجه محطوط شوكولاته هنا في الحته اللي تحت دي ولا لا. بسم الله. بصوا الشوكولاته اهي. لا الصراحه انا اشتريت كده. حلو والله. تعدي برضو. لقيت برضو في العلبه اللي ما بتخلصش دي برضو كون، لكن ده اسمه مولوتوف، وده بقى شكله نفس اللي فات لكن دي بالشوكولاته مش بالفانيليا. بس لو تاخدوا بالكم هم حاطين في النص بتاع شبه التويكس كده. يا رب الاقيها جوه. وهي تقريبا نفس الشكل اللي فاتت. موجود عليها كده بسكوت كريسبي على الوش كده، تحس ان هو شبه الكوكيز. تعالوا ندوق. طيب بسم الله. حلوه. طعم الكاكاو مش واضح قوي، فالفانيليا عجبتني اكتر. خلصنا كده بقى البوكس ده. نخش بقى على البوكس اللي بعده، وهو البوكس البرتقالي الحلوه ده، وده مكتوب عليه كوناتا او كوناتا بقى مش عارف، علشان الناس اللي بتحب تعدل عليا في الكومنتات. خريجي جامعه مانشستر. ده المفروض ايس كريم لكن عليه صوص فراوله او كراميل، وكمان عليه مكسرات ومتغطي بالشوكولاته البلجيكيه اللذيذه. ازاي يا جدعان كل ده ب 7 جنيه؟ ازاي؟ تعالوا نفتحه. طيب شغل فاخر من الاخر. شايفين الانبوكسنج؟ انا فاكر بتاع دي، انا فاكرها كويس قوي. يعني ده كده الشكل بتاعها من بره. والصراحه انا افتكر ان انا جبتها قبل كده وما عجبتنيش نهائي، لدرجه ان انا نزلت ستوري عليها في الانستجرام عندي وقلت ان طعمها وحش. ولقيت بقى الناس كلها يعني فعلا الناس ياما قوي دخلت هجمتني وقالت لي طعمها حلو. فيمكن سوء تخزين مش عارف ايه. فهي بص اهي من منبعها من مصنع اهي. يا رب بقى تعجبني المره دي. افتحها كده ونشوف شكلها. هي اتدغدغت مني شويه بس ده كده الشكل بتاعها. هي عباره عن كون عادي وعليه بولة ايس كريم. تقريبا ده ايس كريم بالكراميل وعليه شوكولاته بالمكسرات. ندوقها. طيب بسم الله.
نفس الشوكولاته بتاعت البونبوني، فدي حاجه كويسه. الايس كريم تقريبا بالنسبه للونه فهو يا اما بالمانجا يا اما بالكراميل، بس انا حاسه بالفانيليا عادي مفيش طعم زياده. احنا عايزين نوصل لصوص الفراوله اللي في القلب ده. هو كمان بصوا عاملين لك حته بقى الشوكولاته اللي تحت، تعال نجربها طيب نشوفها. بسم الله. الناس ما جربتش علينا. طب ايه فين بقى الفراوله؟ انا وصلت لقلبها ولحد دلوقتي ما وصلتش للفراوله. استنى اجيب معلقه. طيب انا هجيب صوص الفراوله ده، يعني هجيب صوص الفراوله يعني مفيش صوص فراوله يا جدعان. مش عارف. استنوا لحظه كده، بصوا لو تاخدوا بالكم ففي كراميل صغير على الجنب. شايفين حته الكراميل دي؟ هي دي بقى الكراميل اللي عاملين عليها الحوار ده كله. دوق حته كده طيب بالكراميل. حلو قوي تصدقوا. يعني هو لو كان موجود زياده كان هيظبط الطعم قوي الصراحه. بس قشطه والله، دي ب7 جنيه، احنا مش عايزين نبقى طماعين يعني. هو كتر خير الناس لحد دلوقتي. خش بقى على البوكس اللي قبل الاخير معانا، والبتاع دي كانت ترند لمده طويله جدا. دي المفروض حاجه اسمها بسكوتي، ودي المفروض على ما اتذكر ان هي كانت حاجه شبه اللوتس، بسكوته باللوتس يعني. كان ده الهايب اللي معمول عليها. صح كده هي. وده كده بقى الشكل بتاعها. بصراحه العلبه كبيره قوي على 7 جنيه يعني. بصوا حجمها جنب وشي يعني. بص الناس دي كريمه جدا، ومليانها بقى البسكوت اللي هو المفروض ده بديل للوتس او اللوتس يعني. لا وبصوا حاطين لي كيسه معالق. شوف اللي فاخر بالاخر. ندوق كده طيب اللوتس اللي على الوش الاول. بسم الله. بصوا هو طعمه قرفه قوي يعني. هو يعني قرفه قوي. جربوا كده طيب الايس كريم يمكن يكسر الطعم بتاعه. الايس كريم جامد جدا الصراحه، وكسر طعم القرفه جدا. قشطه والله يعني تعتبر كويسه، بس ال3 صناديق اللي فاتوا كانوا احلى بكتير بالنسبه لي الصراحه. خش بقى على البوكس الاخير واكتر حاجه انا متشوق لها، ودي بتاع اسمها بانج. ما اعرفش ليه بانج دي، بس يا جدعان صنع في مصر. بس كده الموضوع اتقفل. تحيا مصر يا جدعان. يعني الصراحه انا مبسوط جدا من اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنجرب منتجات مصريه ونشجع صناعه بلدنا والحاجات دي كلها. يعني فعلا الواحد كان يعني مستثني الحاجات دي ومكبر دماغه منها، مع انها ممكن تكون بتنافس البراندات العالميه باكتساح. وانا مش بتكلم عن جيرسي بس يعني. انا كنت عامل فيديو قبل كده، انا جربت حاجات فعلا احلى من الحاجات المستورده والله. هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات تحت. نفتحها بقى البانج دي. انا حاسس ان انا بفتح موبايل والله افتحها كده. هي اتدشملت مني للاسف يعني يعني هي اتدغدغت مني، بس كشكل مبدئي فهي يعني بتاعه كبيره جدا. بص قد ايه، بص قد ايه جنب وشي. طيب بسم الله. بصوا هي طعمها قريب قوي للبونبوني اللي احنا كنا جربناه في الاول، بس انا مش عارف ليه حاسس ان انا كيفت اكتر. يمكن بقى عشان موضوع المكسرات ده ظبط الطعم، او مش عارف بقى الكاكاو يمكن طعمها اقوى. بس والله في العموم تحفه جدا. وبس الصراحه كانت تجربه مميزه جدا من مكان بيعمل كل حاجه بايادي مصريه، والصراحه انا حبيت التجربه جدا. فانا من المكان ده بقول لاي صاحب مصنع البراند بتاعه مصري 100%، القناه عندي مفتوحه ليك، انا مستعد اعرض كل المنتجات بتاعتك ومنتجات اي براند مصري 100%. وخلينا نشجع بقى اقتصاد بلدنا وصناعه بلدنا، وتحيا مصر يا جدعان. ويا ريت طبعا كل اللي احنا بنعمله ده ما يشغلناش عن القضيه الاصليه، وما ننساش اخواتنا اللي فعلا يعني ربنا يكون في عونهم، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل معتدي. وان شاء الله نصر الله قريب.